هاد البنت غتسرق قرعه ديال الماء من وسط القهوه وما غتصوروش علاش. طبيعة الحال مول القهوه غادي يكون جالس في القهوه ديالو ما به ما عليه، وفجاه غادا تجي عنده واحد البنت وما غادي يعرفها منين جات. وهنا غادي دير واحد التصرف اللي غادي يخليه انه منبهر تجاهها، انها غتمشي كتجري تقصد الثلاجه وغادا تحلها، غادا تاخذ قرعه ديال الماء. مول القهوه كان كيتسنى انها تخلص، ولكن باش ما خدات القهوه ديال الماء باش ما راجعه بحالتها كتجري. مول القهوه ما فهم والو، لذلك غادي يقرر انه يتبعها، لكن ما قدرش يشدها حيت مشات بواحد السرعه فائقه. وبطبيعه الحال بعد ما غادا تخرج ديك البنت وغادا تقصد واحد الامراه اللي كانت سخفانه في الارض وكان معاها واحد الشخص واحد اخر. انا مول القهوه بعد ما غادي يفوت القهوه ديالو غادي يتلفت وغادي يبان ليه باللي واحد الامراه سخفانه في الارض، وهذيك البنت اللي خدات من عنده قرعه ديال الماء كتقدم ليها يد المساعده. هذاك صاحب القهوه غادي يعجبو داك الاسلوب بشكل اللي هو كبير، لذلك غادي يرجع بحالته بلا ما غيقول والو. رجعوا للبنت اللي خدات قرعه ديال الماء غتوقف مع ديك الامراه العجوز حتى غادي تولي على خير وبخير. وهنا غادا ترجع عند صاحب القهوه وغادا تعتذر منه وغادا تخلصوا على ديك القرعه ديال الماء، لكن ما غاديش يبغي يشدها من عنده بصفه نهائيه. وهنا غادي يقول لها بلي العمل الانساني اللي درتي عجبني واي واحد كان بامكانه يدير بحال هكاك، لذلك غادي يقدم لها قهوه وغادا تشرب ديك القهوه وغادا ترتاح بقوه الخلعه اللي كانت مخلوعه على ديك الامراه العجوز. يلا دابا كلشي خليه لي في كومونتيرات، بالنسبه لك انت هذا الاسلوب اللي دارت هاد البنت واش مزيان ولا لا؟ كلشي جاوبني في كومونتيرات. هاد مول الخبز غادا تهرس ليه الكروسه ديالو وسط السوق وما غتصوروش الطفل الصغير شنو غادي يدير ليه. بالتالي طبيعه الحال هذا الرجل الكبير كان جار الكروسه ديالو كانت عامره بالخبز وكان غادي للسوق باش يبيع داك الخبز كامل اللي عنده. الاشكال اللي غادي يوقع ليه انه ملي غادي يدخل السوق في البديه الاولانيه والا غادا تهرس ليه الكروسه وغادي يوقع ليه مشكل في البنوات ديالها، يعني العجلات ديال الكروسه غادا تحيد من بلاصتها. وهنا داك الرجل الكبير ما لقى ما يدير في هذه اللحظه وبقى كيفكر وكيشوف ويقلب على شي حل كيفاش يمكن ليه يصايبها. وفي هذه اللحظه بالضبط غادي يجي واحد الطفل صغير وغادي ياخذ واحد الخنيشه فين كيعطيهم الخبز وغادي يخول ليه داك الخبز كامل اللي تما وغادي يديروا في ديك الخنشه. هذاك الراجل الكبير جوج ديال الاختيارات عنده، يا اما يتبع داك الطفل الصغير يا اما يجلس حدا الكروسه ديالو باش ما يجيش واحد اخر ويدي ليه الخبز. لكن غادي نقول لكم بلي غادي يجلس وغادي يبقى يعيط على داك الطفل الصغير. الطفل الصغير ان فوا غياخذ داك الخبز غادي يمشي كيجري يدخل وسط السوق. وهنا داك الطفل الصغير غادي يدير واحد التصرف اللي هو مزيان، انه غادي يبيع ليه كاع داك الخبز اللي داه، فمباشره غادي يرجع وغادي يعطي لذاك الرجل العجوز داك الفلوس وغادي يعاود ياخذ عاوتاني الخبز وغادي يرجع لنفس البلاصه. غادي نقول لكم بلي هذه القضيه غادي يديرها مرارا وتكرارا حتى غادي يخوي ديك الكروسه كامله من الخبز. يعني الطفل الصغير قنع الناس انه ياخذ من عنده دوك الخبز بالطريقه ديالو الخاصه. وماشي غير هادشي، انما ملي غادي تجي الام ديال داك الطفل الصغير غادي يقول لها هذاك الرجل الكبير داكشي كامل اللي دارو. وهنا هذيك الامراه والا غادي تعتز بالابن ديالها الطفل الصغير. يلا دابا كلشي خليه في كومونتيرات. هاد مول البيكالا غادي يوقف البيكالا ديالو في الشارع وما غتصوروش شنو غادي يدير. بالتالي بطبيعه الحال هاد الطفل الصغير كان راجع من القرايه ديالو في البيكالا وكانت شتا خيط من السماء وغادي يوقف بالضبط في الشارع حدا واحد البلاصه اللي غادي نشوفوها وغادي نعرفوها كاملين. ولكن قبل ما غادي يدير واحد التصرف والا غادي يوقف البيكالا ديالو وغادي يبقى يشوف على يديه اليمين وعلى يديه اليسار. وهنا غادي يبانوا ليه الناس بلي غاديين جايين وغادي يبغي يثبتهم بواحد الحاجه، ان البيكالا ديالو خسرات وغادي يمشي عند البيكالا وغادي يبدا يقاد فيها واخا هي ما خسر فيها والو. غادي تسنى لحظات قليله بزاف حتى غادا تخوي الدنيا كامله اللي كاينه تما، يعني البلاصه اللي هو فيها حتى ما يبقى فيها حتى شي واحد. ومن بعد غادي يخلي البيشكليت ديالو وغادي يمشي لواحد القادوس اللي كان مخنوق بالاوراق ديال الشجر. هذاك القادوس اللي كان مخنوق كان باغي يخوي داك الطفل الصغير باش الماء كامل اللي كاين تما غادي يدوز وما غيبقى لا فيضان لا حتى شي حاجه. فعلا داكشي اللي غادي يدير حتى غادي يخويه كامل بلا ما يشوفو حتى شي واحد. وبطبيعه الحال انت كتسولني في هذه اللحظه وكتقول علاش ما دارش هذا الاسلوب هذا قدام الناس وبغى يديرو غير بوحدو. اول حاجه هاد الطفل الصغير كيامن بالاعمال ديال الخير واخا تكون غير بسيطه بزاف. ثاني حاجه يقدر يكون فضل هاد الطفل الصغير انه يدير الاعمال الخيريه بعيد عن اعين الناس. لكن السؤال موجه لك انت من وجهه النظر ديالك، علاش حتى خلى الشارع خوا عاد دار هذا العمل هذا ومشى في حالاته؟ كلشي جاوبني في كومونتيرات. اخر حاجه ما تنساش خلي جاتو هنايا وتابوني لك تجديد لمزيد من الفيديوهات ولا تسقاو.